ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر دي؟ اكلة تحفة جدا، اكلة سريعة، طبق كولسلو مع شوية بطاطس ورز كده والفراخ كريسبي، حاجة كده تحفة جدا. بتمنى كل الوصفة تعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا كده نشوف ايه المكونات للأكلة السريعة دي، بجد تحفة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده طريقه حلوه قوي للفراخ، بجد طريقه حلوه جدا، هقطع على محلات كتير، بجد طعمها هتبقى تحفه جدا. هنعمل مع بعض كده الفراخ الكريسبي بطريقه حلوه جدا، يلا بينا نعملها، وتعملناها قبل كده مع بعض على القناه، بس بطريقه تانية خالص. هنعملها المره دي بطريقه حلوه جدا، يلا بينا نشوف هنشتغل بيها ازاي. انا جايبه الفراخ وغسلاها ومنضفاها وخلياها جدا خالص كده من الجلد بتاعها. ويلا بينا كده نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي جايبين الوك بتاعنا كده وحاطين كده فيه معلقه من السمنه او الزيت، الماده الدهنيه اللي تفضليها. هننزل كده بقرن الفلفل بتاعنا، وهننزل بالوراد بتاعتنا كده، وهنجيب البصلايه بتاعتنا كده ونقطعها عليها، والجزرايه برضو. ودلوقتي انا كنت فاكره ان التليفون بيصور، بس التليفون كان فصل. بعد ما نزلنا عليها كده الفراخ بتاعتنا على السمنه بتاعتنا، نزلنا الفراخ بتاعتنا كده بالجزر والطماطم وقرن الفلفل والبصل، هنقلبها كده في السمنه. حطينا كده معلقه واحده كده من الملح ورشه صغيره من الفلفل، بس علشان نكهه الشوربه بتاعتنا. وهنحط كده رشه صغيره كده من الحبهان، وهنسيب الكلام ده كده كله كده مع بعضه ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي بعد ما شوحنا فراخنا القمر دي كده تشويحتين كده في قلب السمنه بتاعتنا، هننزل عليهم كده، طبعا الميه سخنه، هننزل عليهم كده بالميه تاخد غلوتين، ونبدا نكمل وصفتنا. بتمنى الوصفه تعجبكم، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. وطبعا انا مش هزود الميه اكتر من كده علشان انا عايزاها على قد السوا بس بتاعه الفرخه بتاعتي. وهنسيبها دلوقتي تاخد سواحه ونرجع تاني مع بعض. بتمنى الوصفه تبقى خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وتقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. انا دلوقتي يا حبايبي طلعنا كده الفراخ كده معانا، والفراخ كده اديناها نص سوا كده، وقطعناها. هنقطعها بقى التقطيع اللي احنا عايزينه. الاجنحه كده هنفصلها كده عن الصدر، طبعا مش هنعمل الجناح كده كله، الصدر قصدي كله كده على بعضه. هنقسم كده الصدر، هنقطعه كده قطع زي ما احنا عايزينه، مش هنعمله كده على بعضه. والدبابيس طبعا هنفصلها كده، هنفصل كده كل كميه الفراخ معانا بقى التقسيمه اللي احنا عايزينها كده بالشكل ده كده، وهنعملها. وهنبدا بقى في تجهيز الخلطه بتاعتنا. طبعا كده الجناح زي ما احنا ما بنلاقيه كده في كنتاكي، هنقطع كده على كنتاكي باذن الله، ويا رب الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. هنبدا كده وكده، والصدر لوحده كده. حابه بقى ان انت تقطعيه ستريبس بقى كده على قد بقى ايه الحته كده، على قد ولادك كده. طبعا دي اكتر اكله الولاد كلهم بيحبوها. هنقطعها كده بنفس الطريقه كده ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي كده بدأنا نجهز كده معانا. انا ما بحبش اجيب بقسماط بصراحة، بحب خلطة الدقيق كده. حطينا عليها كده بابريكا، ورشة صغيرة خالص من الملح، ورشة صغيرة من الفلفل الاسود. ومعايا طبعا هنا ما بحطش نشا فيها ولا اي حاجة، لان هقولك التكايه اللي انا بعملها دي بجد، التركايه دي بجد بتخلي الفراخ معايا كريسبي جدا وبتبقى حلوة جدا. ومعايا هنا بيضتين كده، وحطينا عليهم كده معلقه من الفلفل ومعلقه من الفلفل الاسود، وحطيت عليها كده شويه من اللبن. هنبدا بقى ننزل كده، طبعا الفراخ فيها من التتبيله بتاعتنا، هنبدا ننزل كده
بالقطعة الفراخ بتاعتنا، وطبعا الزيت على النار، وهنبدأ ننزل فيها تاني كده في البيض بتاعنا كده، وهننزل على الدقيق تاني. بصي بقى كده معايا التعفيرة دي بقى كده هي اللي بتخلي الفراخ تاخد نفس الشكل بتاع كنتاكي كده بالظبط. هنبدأ بقى نعمل كده كل الكمية مع بعضها. ننزل الأول في البيض كده، وبعد كده في الدقيق. اللي حابة بقى ان هي تحط الفراخ بتاعتها كده بعد ما تعملها الخطوة دي كده، تحطها في التلاجة ساعة. لو انت مش مستعجلة ولا اي حاجة تحطيها ساعة في التلاجة، مفيش اي مشكلة. وطبعا لازم الزيت يكون معانا سخن. وهنعمل كده كل الكمية كده بنفس المنظر كده. ننزل الاول في البيض كده، وبعد كده على الدقيق، ومن الدقيق على البيض. وبكده انت ما بتحتاجيش فيها نشا خالص ولا اي حاجة. وهنبدأ ننزل بيها كده. طبعا انا الفراخ معايا مستويه نص سوا، يعني مش هخليها تنزل على نار عاليه ولا هوطي بعد كده. احنا هنخليها على نار متوسطه، اللي هي اعلى من النار الكبير الصغيره خالص دي. هنخليها على النار المتوسطه وننزل بالفراخ بتاعتنا، بس لازم يكون الزيت سخن معانا. هنقلب كده الفراخ كده تاني كده في البيض بتاعنا، ونبدا على الدقيق. في ناس بقى بتكبسها كده بالدقيق، احنا مش عايزين الخطوه دي. هنبدأ نعملها كده. وهنبدأ ننزل بيها. وكده احنا نزلنا الفراخ معانا كده في الزيت، ومش عايزين يبقى فيه كتير معانا في القلاية، على اساس ان احنا تبقى الفراخ معانا كريسبي كويس جدا. هنسيبها بقى كده ونقلبها بعد شوية. طبعا مش هنقلبها على طول عشان ناخد اللون الكريسبي بتاعها. طبعا الزيت كان سخن معانا واحنا منزلينها على العين الكبيرة، مش على العين الصغيرة بقى زي الاول خالص زي الوصفة اللي فاتت. احنا منزلينها دلوقتي على العين الكبيرة لان الفراخ مستوية معانا نص سوا. هنسيبها بقى تاخد اللون بتاعها ونرجع تاني نشوف وصفتنا ازاي. وهنا كده هنكمل باقي بقى الفراخ كلها ونرجع تاني مع بعض. بتمنى ان الوصفه تبقى خفيفه على قلبكم. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في الحلويات ديت؟ اكيد لو عامله لاولادي اكله زي دي، عمرهم ما هيفكروا ياكلوا الاكل ده تاني من بره. بتمنى كل الوصفات تعجبكم. يا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوش تعملوا بنتي بتقول لي لا اكيد هناكل برضك من بره. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بصوا كده معايا بقى الفراخ كريسبي خالص كده، تحفه ومستويه خالص، بجد طعمها حكايه. بتمنى الوصفه تعجبكم وتقولوا لنا كده في الكومنتات. وطبعا معاها كل سلو، وطبعا اكله سريعه وحلوه جدا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا شكل الاكل بيتكلم عن نفسه. ودلوقتي نقدر نقول مع بعض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في القمر ده؟ طبعا لو اكله زي دي عمر ولادنا ما هيفكروا ياكلوا الحاجات دي تاني من بره. بتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يا ريت ما تنسونيش دايما تزوروني على قناتي على اليوتيوب اكله جنان. بجد هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وبسيطه. وبتمنى كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين. وده على قناتي على اليوتيوب اكله جنان. ما تنسونيش ابدا باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بفرح جدا بدعمكم ليا وبكومنتاتكم الظريفه اللي بجد بجد بتفرحني. بجد بجد بشكر كل حد كتب لي كومنت ظريف زيه كده، وبشكر كل حد كتب لي كومنت هو عارف نفسه كويس قوي بكومنته. بجد بجد بفرح جدا بدعمكم ليا. ويا ريت ما تنسونيش دايما على قناتي على اليوتيوب اكله جنان. ودلوقتي نتقابل مع بعض في وصفه جديده باذن الله. ودلوقتي نقدر نقول لبعض باي باي.